رسميا وصول النادي الاهلي كبير القاره، كبير افريقيا، كبير الوطن العربي لنهائي السوبر المصري. ليه وصلنا لنهائي السوبر المصري النهارده؟ عشان اللعيبه كانت رجاله، اللعيبه كانت خايفه على التيشيرت، اللعيبه كانت بتلعب بروح وعايزه تكسب. شوف النهارده بعد الجون الاول زيزو كان عامل ازاي، وشوف ردة فعله بعد ما تريزيجيه حط الكرة في قلب الجول. شوف ردة فعل زيزو بس وانت هتعرف اللعيبه النهارده كانت بتلعب بروح ازاي. اللعيبه النهارده كانت خايفه من الجمهور، اللعيبه النهارده كانت عارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي، وكانت اللعيبه كانت عايزه تلعب، اللعيبه كانت عايزه تكسب، اللعيبه ما كانتش عايزه تضيع البطوله دي من ايديها. اللعيبه كانت عايزه تصالح الجمهور. احنا مش هنتصالح الا بس بالبطوله، ما بنتصالحش من ماتش. اللعيبه كانت رجاله، اللعيبه داست النهارده ولعبت. كسبنا سيراميكا بالعافيه، انا بقول لك اهو كسبنا سيراميكا بالعافيه بالرغم من الاداء اللي احنا عملناه، لكن في اخر الشوط في اخر الماتش كان هيدخل فينا جوان سهل جدا. كسبنا سيراميكا بالعافيه بس كسبنا وسيراميكا على طول بنكسبها بالعافيه. سيراميكا فريق صعب جدا، فريق كبير جدا بقياده الكابتن المدير الفني الكابتن علي ماهر. والناس اللي بتقول ان علي ماهر مفوت، اتفرج على علي ماهر يا ابني النهارده في قرارات الحكام وكان بيعترض ازاي. انتوا متخلفين يا جدعان، مين اللي مفوت؟ ده عواد اللي كان مفوت، يلا عواد اللي كان مفوت، الله اعلم هيفوت النهارده البيراميدز ولا لا، اما نشوف. فيا جدعان، والناس اللي بتتكلم على ضربه الجزاء الاخيره، انا خلاص الماتش فتحت الكاميرا على طول، ما شفتش حد يتكلم، لكن انا عارف ان الزملكاويه يطلعوا يصيحوا ويتكلموا عن ضربه الجزاء. يا ابني ضربه الجزاء مش فاكر خبطت في ايد ياسين مرعي، ضربه الجزاء مردوده من زميله محمد علي بن رمضان، الكره خبطت في رجله وبعدين راحت في ايد ياسين مرعي. تبقى كده الكره في القانون وفي اللائحه تبقى ايه؟ تبقى مش ضربه جزاء. ما يطلعليش واحد براس كلبه يقول لي ضربه جزاء، ده انت اللي عايز تتضرب على دماغك يا ابني. ضربه جزاء يا ابني؟ بقول لك الكره خابطه في ايد الكره خابطه في زميله وبعدين راحت في ايده، تبقى ضربه جزاء؟ انا ما اعرفش، قول لي انت بقى، قول لي انت عشان انا هتجنن. فيا جدعان الف مليون مبروك لرجاله الاهلي النهارده. كنت بنتقد اللعيبه، لكن شوف انا كنت بنتقد اللعيبه ازاي. وخلي بالك انا بعد ماتش المصري اللي فات قلت لك اللعيبه دي، انا قلت لك مفيش سوبر بالمنظر ده، المنظر اللي كان قدام المصري، المنظر اللي كان قدام بتروجيت، لكن لو مش بالمنظر ده هناخد السوبر. انا قلت لك لو مفيش سوبر بالمنظر ده، واحنا ما كناش بالمنظر بتاع الماتشات الاخيره في الدوري النهارده. احنا كنا مكتسحين سيراميكا، كانت هتجيب اهداف في الاخر وكانت هتسجل وكانت ضغطانه في الاخر، لكن الاهلي رجع جري بمرتدات وراح بمرتدات وضيع فرص، وكنا عاملين اداء النهارده وكنا راكبين سيراميكا في ارضيه الملعب. فالف مليون مبروك لرجاله